من أقوى وأجمل المسلسلات اللي تتكلم عن الأساطير الكورية. مسلسل أنتج في عام 2020. كل حلقة بتتكلم عن أسطورة مختلفة، بس فائدة هذا الفيديو مش التلخيص للمسلسل فقط، إنما إننا حنتكلم عن الأسطورة نفسها ونتكلم عن كل إشي بالتفصيل. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركوا بالقناة. بتبدأ الحلقة الأولى بالمقدمة يلي بنشوف فيها طالبة اسمها بارك سي يوي، بتكون زعلانة ومتوترة، حاسة حالها مش مركزة، وبتقاطع شرح الأستاذة حقتها عشان تطلع للحمام. وهي طالعة للحمام بنشوف بوستر متعلق فيه صورتها هي وبنت تاني، وبنستنتج إن هذه البنت من الأوائل في مدرستها. البنت الأولى يلي هي كيم كانت الأولى على المدرسة، بس ماتت في ظروف غامضة، ورغم زعل بارك عليها إلا إنها كانت مبسوطة عشان صارت الأولى على المدرسة. نبدأ الحين ندخل بمحتوى الحلقة. عنوان الحلقة الشق. والبنت بطريقها للحمام بنشوف الضوء جالس يطفي ويتضوى ويطفي ويتضوى لين انطفى نهائيا، بس البنت بتحس ان في احد وراها، تلتفت وما بتلاقي شيء، فبتكمل طريقها. بس لو انتبهنا شوي حنلاحظ ان اخر باب اللي هو حق الطوارئ في بنت مقلوبة على راسها هناك وبتختفي. بتدخل البنت الحمام وبتتأكد ان ما في احد معها، وبتدخل الحمام الثالث لان اول اثنين كانوا مشغولين. والبنت طلعت سيجارة أصلا ولسه حتطلع القداحة عشان تولعها، والضوء بينطفي كمان مرة. ما بتهتم وبتجي تولع السيجارة، بس بتحس إن في أحد معاها. بتقرر تفتح الباب عشان تشوف إذا في أحد معاها وبنزح طبعا معها عشان هي خايفة أحد يكتشف إنها تشرب. بتجي تولعها مرة ثانية والقداحة بتوقع من إيدها، بترجع لتجيبها بس بتشوف الحمام يلي جنبها، فبتلاقي باب الحمام بينفتح ببطء وكمان ما في أحد، فبتتوتر لأنها متأكدة أن الحمامين كانوا مشغولين، بس هي شايفة ظل فقط مش قادرة تشوف مين اللي بيفتح الباب. بتشوف أن الباب حق الحمام يلي جنبها بينفتح ببطء مرة ثانية، بس المشكلة ما في أي أحد ولا حتى ظل شخص. وبتشوف شعر بنت بينسحب لجوا التواليت، الله يكرمكم، وبتسمع أصوات فتح أبواب كثيرة. وبترجع تناظر للحمام يلي جنبها مرة ثانية عشان تتأكد من يلي شافته، وفعلا شافت آثار للمية اللي وقعت من شعر البنت لأنه وقتها كان مبلل. بتسمع صوت كأن الباب حقها بينفتح، بتناظر لتحت الباب وبتشوف بنت وجهها ملطخ بالدم وعيونها حمرة، وبتقول له وجدتك. وهاي البنت كانت شبح البنت كيمي اللي ظهرت بأول القصة اللي كانت الأولى على المدرسة. والبنت بتصرخ، بس شبح كيم بتسحبها من شعرها لبرا من هذه الفتحة الضيقة اللي تحت الباب، انتم متخيلين؟ لين سحبت جسمها كله. وبتنتهي الحلقة بدم مليان بالحمام، وبنشوف البنت مقلوب جسمها وراسها جوا التواليت حرفيا. طيب وش وضع الأسطورة الأصلية؟ مبدئيا هاي الأسطورة يابانية مش كورية زي ما انذكر في المسلسل. الأسطورة اسمها هاناكو سان أو تويلي نو هاناكو سان، بالعربي معناها هانكو أو هاناكو من المرحاض. أسطورة يابانية بتتكلم عن روح بنت اسمها هاناكو سان يلي بتطارد ضحاياها بحمامات المدارس. وطبعا زي أي أسطورة يابانية أصلها بيختلف. قصص تقول إن هاناكو سان هي بنت قتلت لما كانت تلعب الغميضة في إحدى الغارات الجوية بالحرب العالمية الثانية. وقصة ثانية تقول إنها انقتلت على يد والديها أو يد شخص غريب. وقصة ثالثة تقول إنها انتحرت في حمام المدرسة، وانتشر الموضوع بشكل كبير في المدارس الابتدائية، وحاولوا شوية أطفال يستحضروا روحها. انتوا أي قصة تصدقوا؟ أنا الصراحة صدقت الثالثة لأنها لها علاقة باللي ذكر بالمسلسل بشكل كبير. الأسطورة من اليوكاي برضو. بعدين مع اليوكاي كل ما أتكلم عن أسطورة يابانية تطلع تبع اليوكاي، وبرضو تعتبر يورية. بما أني أول مرة أتكلم عن الشخصيات اليورية فحعرفكم عليها. الشخصيات أو الأساطير اليورية هي من الفلكلور الياباني، هي بنفس كلمة الشبح عندنا، وبيعتبروها إنها بعثت من الموت. نرجع لموضوعنا. بيوصفوها إنها بترتدي تنورة أو فستان أحمر. طيب فاكرين لما قلت لكم إنهم بيحاولوا يستدعوها بحمامات المدارس؟ هنا طريقة تحضيرها. مبدئيا أنا مش مسؤولة عن أي أحد حاول إنه يجرب هذه الطريقة. لازم الفرد يدخل لحمام البنات، وعادة بيكون في الطابق الثالث، وبيطرق 3 مرات على باب المرحاض الثالث، وبيسأل هل هاناكو سان موجودة بالمكان؟ لو كانت موجودة فحترد عليه وتقول له أيوة أنا موجودة. بناء على القصة فالفرد يلي حضرها بيلاحظ آثار دم في البداية، وبعدين حيشوف يد شبح، وحتسحبوا الأسطورة داخل المرحاض نفسه، وهذا هيؤدي لسحبه نحو الجحيم زي ما بيقولوا، أو حيتاكل الفرد بواسطة سحلية عندها 3 رؤوس. كرياتيف والله. بالنسبة لتاريخها فوصف الفنان ماثيو ماير أسطورة هاناكو سان بأنها تعود إلى فترة الخمسينات،
ومايكل ديلان فوستر مؤلف كتاب اليوكاي نفسه بيقول إنها ناكو-سان معروفة جدا لأنها أسطورة حديثة مرتبطة بالمدارس في جميع أنحاء اليابان من تسعينات القرن اللي فات، وأصبحت هاي الأسطورة جزء مشهور في الثقافة والأساطير اليابانية، وظهرت في الأفلام والمانجا والأنمي وألعاب الفيديو اليابانية. أول ظهور سينمائي لها كان في فيلم تويلي نوها ناكو-سان. هذا الفيلم أنتج عام 1995 من إخراج جوجي ماتسوكا. تم تصويرها على إنها روح البنت انتحرت وبتطارد ضحاياها في حمام إحدى المدارس، وتصورت في فيلم ثاني اسمه شينسي تواي نوها ناكو-سان أنتج عام 1998 من إخراج يوكيكو تسوتسومي. تم تصويرها على إنها شبح يبغى ينتقم وبيطارد ضحاياه في المدارس المتوسطة، وصوروها في فيلم أنتج عام 2013 اسمه شين جيكي جوبان من إخراج ماسافومي يامادا. تبدأ حلقتنا الثانية بسائق تاكسي بيسمع في الراديو أن تم العثور على جثة في منطقة جيونجي. الضحية كانت شين، هي عرافة خمسينية مشهورة، والشرطة بتحقق في احتمالية إنها قتلت، وللأسف ما كان في شهود والتحقيقات في طريق مسدود. وفجأة بيفصل الراديو والسائق أساسا بيكون نعسان، ويقول إنه مش قادر على القيادة. وقف التاكسي شوي ونام فترة قصيرة. وهذه كانت المقدمة، وبتبدأ الحلقة بعنوان الوجهة. في الساعة 3:30 الليل بيكون نايم لسه، وبيشوف بنت واقفة قدام باب السيارة وفتحت الباب، فبيصحى من النوم. تطلب منه ينزلها في نزل سامجيونغ في إليسان. بيسألها كيف امرأة جميلة لحالها بهذا الوقت، بيقولها إنها محظوظة إنها ركبت السيارة حقته. بيكتب على التطبيق الموقع يلي قالت له عليه، بس ما في نتيجة على التطبيق بهذا الموقع. بيسألها إذا تعرف الطريق، بتقول له أيوة. قال لها تمام، متحرك بالسيارة. بيستغرب البنت كثير لأنها مغطية راسها بشعرها، وبتقول له روح باتجاه اليمين. بيقولها ما في مكان أنعطف منه يمين. بتكرر نفس الجملة وهو يعيد لها نفس الكلام، وهي برضو تكرر نفس الجملة. بعدين معاكم يعني حتخلص الحلقة وانتم لسه مش عارفين الاتجاه. رد عليها قال لها وين أروح، ما في مكان. وقال لها شوفي بنفسك، ما في مكان أنعطف منه يمين. قال لها انتي وين رايحة، هاد جنون. سألها مرة ثانية وقالت نزل سامجيونغ في إليسان. الرجال طفش، قالها انتي رح تجننيني، وبيقول حظي سيء لاني ركبت معاي واحدة مجنونة. بتتجه الكاميرا للجنب وبنشوف ان ما في احد راكب في السيارة اصلا. شوي شوي بيحس في يد عندها اظافر سودة وطويلة، بيحس انها تخنقه. بيدور لورا من الفزعة وترى ما في احد في السيارة اصلا. بيرجع يركز بالطريق وبيشوف نفس البنت بس قدامه برا السيارة، وكان حيسوي حادث بسببها. بيوقف السيارة وبنسمع التطبيق بيقوله انه وصل للمكان الصح. يرجع يناظر، ما في احد قدام على الطريق. يرجع يناظر ورا وبيقول آسف هل انتي بخير. بيشوفها حاطة يدها على وجهها، وبس بتشيلها بنكتشف ان عيونها مخلوعة وجالس ينزل منها دم. والرجال يصرخ ويحاول يخرج برا السيارة، بس فجأة بتجيله تشنجات أو شلل، والمرأة بتعطيه عيونها حرفيا. هي تطبق مثل عيوني ليك، وحطت عيونها جوا عيونه. والراديو بيرجع يشتغل، وترى بنشوف عيونه مخلعة زي عيون البنت، والسيارة بتتحرك لحالها، حرفيا السيارة بتقود نفسها. وبنشوف عيونه الأصلية واقعة على الأرض، والتطبيق بيقوله إنه يقود حسب توجيه المرور. طبعا السيارة بتقود لحالها فمش عارفة كيف تمشي. وانتهت الحلقة الثانية. دورت على قد ما أقدر على هذه الأسطورة وما لقيتها أبدا، ولا كوري ولا ياباني ولا صيني ولا حتى يوكاي أو يوري ولا هم يحزنون. بالحلقة الثالثة بنشوف بنت اسمها سايروم مسوية حفل إلكتروني لأنها انتقلت البيت جديد، وبتقول إنها سعيدة عشان بيتها الجديد صار ملكها مش بالإيجار زي القديم. وبتشكر الناس على تعليقاتهم اللطيفة ومباركتهم لها، وبيبعتوا لها هدايا. وبتقول إنها اشترت أثاث جديد، وبتوقع الدمية حقتها. والكومنتات بيخبروها عن الموضوع، وناس قالوا لها إنها زيفت هذا الموضوع وتبغى تشتت انتباههم، وهي بتنفي هذا الكلام. وبترجع تكمل كلامها وبتفرجيهم غرفتها الجديدة. بس بعد شوي بيخبروها المتابعين إن الكتابة بيتحرك، وبتقولهم إذا بيمزحوا معها يوقفوا عشانها بتخاف. بس ما عدت ثواني وبنشوف إن الكتاب طاح على الأرض، وبيوقع شي مرة ثانية. وقالت البنت إنها راح تسكر البسلة هنا وراح تروح على بيت صديقتها. وبعدين بتقولهم صدقتوا، على أساس إنها كانت خدعة منها. وبتتصل بأختها وبتسألها إذا الخدعة مشت عليها،
بتقول إنها اتدربت كثير عشان يقتنعوا، وبس إجت تتصور عشان الصورة المصغرة حقت البث لقت إن المؤثرات إجت على أحد غيرها. تستغرب وبتناظر وراها، بس بتترك الجوال وما بتتصور من الفزعة، وفجأة بيجيها شلل برقبتها وجسمها كله، وبتضل تخبط راسها بالمكتب لين تموت وتكون غرقانة بالدم. بس بنشوف برا كاميرا البث إنه في بنت مثلها بالضبط كأنها نسخة منها هي اللي جالسة تخبط راسها بالمكتب. بنفهم من هيك إن هذه البنت اللي تقتلها هي شبح، لأنها ما بانت في الكاميرا، وبتدفها من على الكرسي وبتجلس تشغل البث مرة ثانية. وتبدأ الحلقة الرابعة ببنتين في المدرسة كانوا مستعجلين عشان ياخدوا كتبهم لأنهم اتأخروا على الحصة، وهم يجوا على السلم اتصابت البنت الأولى، فالثانية اضطرت تتركها وتطلع تجيب الكتب. والبنت الأولى ابتسمت لأنها كانت حاطة لعبة مرعبة في خزانة صديقتها عشان تخوفها، وفعلا البنت الثانية وقت تفتح الخزانة بتشوف الدمية، بس هي ما اهتمت وأخذت الكتب وراحت. بس حست إن في أحد وراها بس ما اهتمت، ولكن وهي راجعة بتشوف الخزانة بتنفتح والدمية جالسة تبتسم، وبرضو بتشوف هي بنت صغيرة جسمها مكسر وجالسة تسوي حركات غريبة وبتحاول توقف بس ما بتقدر تمشي، فبتضطر انها تمشي على ايدها ورجلها وبتقرب من البنت، بس هي بتجري بأقصى سرعة عندها وبتنزل على الدرج بسرعة، وضلت تنزل بس ما في طريق مفيد، الأدراج مالها نهاية، وتعبت وطاحت على الدرج، والشبح قربت منها وعيونها شكلها غريب زي ما تشوفون في الفيديو، وبتصرخ البنت بس ما حد بيسمعها. والبنت الأولى ضلت منتظرة صديقتها لأنها تأخرت كثير، وبتطلع الدرج عشان تشوفها، بس بتكون هي رايحة لاتجاه اليمين والشبح بتكون رايحة لاتجاه اليسار، وما بيتقابلوا كأن كل واحدة فيهم في زمن مختلف. بعتذر كثير انه هذه الاربع حلقات ما كان فيهم اساطير كثير وما تعمقنا ببعض المواضيع، بس للأسف بعض الاساطير بتكون قديمة مرة لدرجة اني ما بقدر اوصل لها، ونادرا ما بلاقي عنها مقالات ومعلومات مؤكدة. بس بإذن الله الجزء الثاني حيكون فيه تلخيص للأربع حلقات يلي باقيين من المسلسل، وحرفيا فيهم أساطير وحنتكلم عن كل إشي بالتفصيل. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.